وقال لي إني مش هعمل لا تكميم ولا تحويل مسار ولا الكلام ده، دي عمليات خطر إلى حد ما وممكن يكون ليها مضاعفات خطيرة. فسألناه أمال إيه يا دكتور؟ قال لنا أنا هدخل بالمنظار أحطلك مادة اسمها تيتانيوم، هتحسسك دايما بالشبع، فبالتالي هتقللي الأكل وتخسي طبيعي. وطمنا عن العملية. وبعديها سألنا بعض الناس اللي عملت الموضوع ده عنده، فطمنونا وقالوا لنا إن الدنيا تمام وما نخافش. عملت التحاليل ورسم القلب اللي طلبته مننا السكرتيرة بتاعة الدكتور تجهيزا للعملية دي، وكل كان تمام الحمد لله وما عنديش أي مشاكل. وسألت السكرتيرة عن أي تجهيزات تانية قبل العملية، قالت لي لأ، هي التحاليل ورسم القلب بس، وتيجي على العملية على طول. حسيت بقلق في الأول وعدم ارتياح، وشاركت أختي الكبيرة خوفي، بس بعد كده حاولت أطمنها وأطمن نفسي إن الشعور ده عادي قبل أي عملية، وإن في ناس عملتها قبل كده والدنيا تمام معاهم. وقبل العملية بيوم بدأت الصيام والتعليمات اللي خدتها من السكرتيرة قبل العملية، وطلبت من